أول ظهور لوصية إسماعيل عريس الشرقية، وصيته اللي كتبها قبل ما يلبس بدلة فرحه، وصية مكتوبة هنشوفها دلوقتي بالفيديو. كاتب فيها كل حاجة، تحس انه كان حاسس انه هيفارق الدنيا قبل ما يدخل على زوجته، قبل ما يتجمعوا في بيت واحد بعد انتظار 5 سنين، بعد حب العمر كله، بعد ما سافر واتغرب وراح الكويت علشان يعمل بيت وشقة ويوفر لها كل حاجة نفسه فيها. عمل كل حاجة وكان بيختار كل حاجة معاها بالتليفون وهي ما قصرتش، وكل حاجة كان بيطلبها كانت بتنفذها بالحرف الواحد. تعالوا نشوف وصية إسماعيل عريس الشرقية، الوصية اللي تقطع القلب حرفيا. هنسمعها بالصوت والصورة وهنعرف سبب الوفاء الحقيقي بعد ما ناس كتيرة أشاعت إنه أخد منشط أو أخد حاجة من اللي بعض العرسان بتاخدها يوم فرحهم، وما يعرفوش إنهم ممكن يكونوا بيعانوا من مشاكل صحية ويحصل صدمة أو كارثة في حياتهم. هنعرف مع بعض الوصية، بس في البداية نعطر فمنا بذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وندعي لعريس الشرقية بالرحمة وإن ربنا يصبر ذويه وأهله، اللهم أمين. عريس الشرقية اللي توفى يوم فرحه قبل ما يدخل شقته، الناس كلها حزينة عليه، ما نعرفوش ولا من دمنا ولا من أهلنا، ولكن وجع قلوبنا، تحس إنه واحد مننا، رحمة الله عليه. كتب وصيته قبل ما يلبس بدلة فرحه، فعلا بعد ما جهز نفسه وبعد ما عزم أصحابه وعمل فرح قبل فرحه، فرحه اللي كان ولا ألف ليلة وليلة على حسب كلام الجيران اللي قالوا من قبل فرحه ب3 أو 4 أيام، واحنا حاسين ان الشارع كله فيه فرح بسبب ان اسماعيل عنده روح الفكاهة، روح الضحك، بيحب الصغير والكبير، العيال في الشارع بتحبه، الكبير بيحبه، الناس كلها كانت بتحبه، تحس ان كده ابن موت زي ما بيقولوا عليه. إسماعيل بعد ما عمل كل ده كتب رسالة موجودة ومكتوب فيها كل حاجة، مكتوب إنه تعب وشقي وحقق حاجات وكان نفسه لسه يحقق حاجات، إنه فعلا حب مراته اللي هي علا جدا جدا وكان نفسه يكمل معاها، وقال لها سامحيني واعذريني، أنا آسف والله، بس عايزك تكملي حياتك وعايزك تعيشي وتفرحي، لما هتفرحي وتعيشي أنا هبقى سعيد ومبسوط. الفرش اللي اخترناه مع بعض وكل حاجة أنا عايزك انتي تاخديها، كل حاجة دي بتاعتك انتي يا علا، بتاعتك انتي، مش عايز حد تاني ياخدها. ابقي اسألي على أمي وحسسيها ان أنا لسه موجود، بس ما تعيشيش عمرك كله على ذكرايا، لا عيشي حياتك. طب ليه يكتب كلام زي ده؟ الله أعلم، تحس انه كان حاسس ان في حاجة، وقال لأمه ما تبكيش وما تعيطيش، انا رايح في مكان احسن ووسط ناس وحياة تانية. انا عايزة اقولك اني بحبك قوي يا امي، انا عارف ان انا كنت مقصر معاكي، يمكن سفري ويمكن بس الحياة كانت محتاجة شوية معافرة، يلا الحمد لله. كان نفسي تشوفي اولادي وتبقى جدة واشوفك يا حاجة وانت شايلة ابني، ولكن الحياة ما بتديش كل حاجة، انا راضي والحمد لله. بقول لاصحابي انتوا رجالة اسألوا على امي، انتوا صحابي وسندي وعشرة عمري، بقول لكل اللي بيحبوني ادعوا لي. الله اعلم ايه اللي هيحصل، الله اعلم انا كتبت كل ده ليه، بس يلا السلام امانة. السلام عليكم. اول